السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في اكلة هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي البيتي. هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا، بس في شوية خطوات لازم نتبعها. اول حاجة ان اللبن بتاعنا يكون بلدي، والزبادي برضو اللي هنستخدمها بلدي. كيلو لبن قدامها زبدية. اللبن يغلي ونسيبه يبرد لغاية ما يبقى دافي، تحطي ايدك عليه تلاقيه دافي علشان يسمح للخميرة اللي هي الزبادي ان هي تشتغل وتطلع لك احلى زبادي ان شاء الله. نقول بسم الله ونبتدي مع بعض. اول حاجه ننزل الزبدايه دي طبعا بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تطلعهاش من التلاجة وتشتغلي بيها، طلعيها بقالها شويه كده مثلا تبقى دافيه زي اللبن. وننزل شويه من اللبن، مش كله، علشان يدوب الزبدايه بس كويس. ممكن تضربيه في الخلاط بس الموضوع مش مستاهل. طبعا انا مشغله الفرن دلوقتي وهطفيه اول ما اجي ادخل الزبادي. بسم الله. بس كده، طريقتها سهله وبسيطه جدا ان شاء الله. باذن الله مره تانية اعملها لحضراتكم بالفاكهه، هتعجبكم جدا جدا زي بتاعت بره بالظبط. بتاخد قد ايه عشان تستوي؟ بتاخد من 4 ل6 ساعات. يعني لو الجو حر زي اللي احنا فيه اليومين دول ما بتكملش ال4 ساعات، بتلاقيها مسكت كويس جدا معاكي وخلاص. طبعا تطلعيها بعدها وتحطيها في التلاجة وبعدين تبتدي تاكليها بألف هنا. خلاص كده انا اتأكدت الحمد لله ان الزبادي اتجانست تماما مع اللبن. تقليبه بس كمان. بس كده. انا هنا مجهزه كوبايات، اي كوبايات حضراتكم تفضلوها، حتى لو فناجين مش هتفرق. اجيب بس حاجه اعمل بيها. بسم الله. ابتدي اوزع اللبن بتاعي في الكوبايات دي بالشكل ده كده. هكمل بقيه الكوبايات وارجع لحضراتكم تاني، استنوني. ورجعت لحضراتكم تاني بعد ما مليت كل الكوبايات باللبن. والحقيقه الكوبايات ما قضتش، فجبت كمان كوبايه كبيره معاهم. يعني بسم الله ما شاء الله كيلو اللبن هيعمل معاكي كميه كوبايات محترمه جدا. مش هندخلها كده الفرن بعد ما طفيناه، لا، هنيجي في الصينيه ونحط ميه سخنه، بس ميه سخنه ايدك تستحملها، يعني مش ميه مغليه ولا حاجه، لغايه يعني تقريبا 3/4 الكوبايات او نصها بالشكل ده كده. بسم الله. لان البخار اللي هيطلع من الميه ده هو اللي هيساعد في تخمير اللبن ويعمل لنا احلى زبادي بامر الله. دلوقتي انا هطفي الفرن وادخل الصينيه دي بتاعتي. بعد 4 أو 6 ساعات حسب ما تمسك معايا هرجع اوريها لحضراتكم يعني شكلها ان شاء الله. استنوني. ورجعت لحضراتكم تاني بعد الزبادي بتاعتي ما تماسكت اهي. عدى 6 ساعات عليها اهي بالشكل ده. على الوش القشطه اهو اهو. بصوا التماسك. هجيب معلقه اوريها لحضراتكم. بسم الله. بصوا القوام ما شاء الله. عايزه اقول لحضراتكم لو في ميه طلعت على الوش فده وارد جدا، والميه دي خميره طبيعيه مفيده جدا على فكره في عمليه الهضم. وكلنا حتى لما بنجيب الزبادي بتاعت بره بيبقى فيه ميه على الوش، ما نرميهاش، ناكلها، جميله جدا. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجب حضراتكم. يا ريت لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم والسلام عليكم.